تصريحات صادمة داخل نادي الزمالك، شكاوى وتهديدات، وكمان الرقم الصعب في نادي الزمالك. عزيز الزملكاوي، لو عايز تعرف أهم أخبار نادي الزمالك خليك معانا وهقول لك على أهم التفاصيل في أخبار نادي الزمالك. نبتدي نشرتنا النهاردة عن نادي الزمالك، ونبتدي بتصريحات أمين الصندوق حسام المندوه. حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، يعني المفروض ان اداره نادي الزمالك تطلع تطمنا على الموقف اللي فيه نادي الزمالك، لا، طالع بتصريح صادم بيستفز مشاعر الجماهير. حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك بيقول لك نادي الزمالك بيموت. تصريح صادم من حسام المندوه لما عضو من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وامين صندوق نادي الزمالك يطلع يقول كلمه زي كده للجمهور. مستني ايه من الجمهور؟ مفروض ان انت اللي تطلع وتطمن الجماهير، مش تطلع وتزود قلق وغضب وحزن الجماهير. إدارة فاشلة بمعنى الكلمة، حتى التصريحات ما بتعرفش تقولها. أما الرقم الصعب في نادي الزمالك فهو التقديرات المبدئية لنادي الزمالك عن احتياجات نادي الزمالك لسد ديونه وأزماته المالية والمستحقات المتأخرة. فالزمالك محتاج 250 مليار جنيه، بخلاف أزمة أرض أكتوبر. يا ترى نادي الزمالك يقدر يوفر المبلغ ده عشان يسوي أموره المالية واللعيبة تلعب وهي مرتاحة وتاخد كل مستحقاتها، ونقفل باب كل الشكاوى اللي متقدمة من اللعيبة الحاليين واللعيبة الجداد؟ وكل ده أزمات مالية والزمالك مش عارف هيجيب منين، والزمالك ما بيعرفناش أي حاجة. نروح بعد كده للشكاوى والتهديدات اللي بتهدد نادي الزمالك. نادي الزمالك مبدئيا كده بيغلق ملف تجديد اللاعب حسام عبد المجيد. ليه؟ بسبب عدم وجود سيولة مالية. مش بس كده، شكاوى بالجملة ضد نادي الزمالك. كل اللعيبة الجديدة تقريبا بتشتكي نادي الزمالك، وكل الأندية اللي الزمالك اشترى منها اللعيبة بتشتكي. نادي الزمالك أخلف بوعوده ولحد دلوقتي ما دفعش ولا قسط من الاقساط اللي المفروض تتسدد للأندية. وعلى الجانب الآخر الكونفدرالية، نادي الزمالك بيسعى بكل قوة لبطولة الكونفدرالية. يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك وكمان اللاعبين الموجودين في نادي الزمالك بيسعى لتحقيق انتصار أول في أولى مباريات الزمالك في أفريقيا، انتصار يصالحوا بيه الجماهير اللي الحزن بيشتد عليها يوم بعد نهاية. عزيزي المشجع الزملكاوي، عايز اقول لك ان نادي الزمالك بيمر بمرحلة صعبة جدا جدا جدا. نادي الزمالك بيمر بأصعب مرحلة ممكن يكون أي نادي مر بيها. أصعب مرحلة على نادي الزمالك من بداية تاريخ نادي الزمالك، ومفيش أزمات بالمنظر ده نادي الزمالك اتحط فيها. أزمات بالجملة وتحقيقات في النيابة وشكاوى لاعبين ووقف قيد وبشكاوى ما، يعني شكاوى حدث ولا حرج. ملف كامل لنادي الزمالك من الشكاوى والتحقيقات في النيابة وسحب أرض أكتوبر. ملفات كتير نادي الزمالك مش ملاحق عليها. وفي النهاية لو وصلت معايا للحظة دي يا ريت تشاركنا برأيك في أزمة نادي الزمالك، وكمان ما تنساش تعمل متابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد.